فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمسألة الثانية التي يسأل عنها هي كيفية إخراج زكاة الفطر، لا سيما في البلدان التي فيها الحظر الكلي، فقد يعجز الإنسان عن إخراج زكاة فطره. نقول: من استطاع أن يخرج زكاة فطره قبل العيد بيوم أو يومين أو 3 على الصحيح، فقد جاء في موطأ الإمام مالك بسند صحيح أن ابن عمر رضي الله عنه ربما أمر عماله أن يقدموها قبل العيد ب3 أيام، فلا بأس أن تخرج من يوم 28 و29 و30 إن اكتمل 30، وأفضل وقتها أن تخرج من بعد فجر يوم العيد إلى قبل الصلاة، فمن لم يؤديها قبل الصلاة وأداها بعد الصلاة إنما هي صدقة من الصدقات. ولا يجزئ في هذه الزكاة المال، وإنما تكون من الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعم للمسكين. وتتعين على من زاد على نفقة أهله بيوم وليلة، وتجوز مما أعطي الإنسان من الصدقات أو الهبات أو نحو ذلك، وتكون على كل نفر من المسلمين صاع، وهو 4 أمداد، ويزنوه بالرز 2 كيلو وربع، وبالدقيق 2 كيلو، وبالتمر 2 كيلو إلا ربع ونحو ذلك. والأولى أن يؤتى به على الصاع النبوي لمن تيسر له، فإن عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتكون من غالب قوت البلد على الصحيح من أقوال أهل العلم، وتدفع للفقراء من المسلمين، فلا يجوز أن تدفع للفقراء من الكافرين ولا من الذميين ولا من غيرهم، وتخرج في البلد الذي فيه الصائم، هذا هو الأصل. فإن عجز عن إخراجها في بلده أو لم يجد من يحتاج إليها في بلده وحولت فلا حرج، ويجوز للرجل أن يدفع عن نفسه وعن غيره. فلمن عجز عن إخراج زكاته لعدم وجود الفقراء ولعدم قدرته على الخروج والبحث عنهم، فله أن ينويها ويحرزها في جانب على أنها لهم، وهذا هو قدرته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإن استطاع أن يوكل من يخرجها فذلك حسن، إن عجز هو واستطاع أن يوكل من يقوم بها فشأنها حسن. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، والحمد لله.